بعد صمت طويل من ريهام بن علي على الكلام اللي قاعد يخرج والإشاعات على وجود علاقة بينها وبين علاء الشابي، ساكتة ما قالت حتى شيء، ما عملت حتى ديكلاراسيون، ما هبطت حتى ستوري توضح تقول إيه فما ولا لا ما فماش. نهارت اللي علاء الشابي وهي باش يتعداو في لمن يسهر فقط على قناة التاسعة مع نوفل الورتاني، هبطت تدوينة ريهام بن علي، لكن للأسف تدوينة هذه فيسع فسختها وما خلتهاش، حبت توضح فيها على ترد فيها معني على الناس اللي تحكي في فما علاقة بينها وبين علاء الشابي وإلا لا. فقالت اللي هي ماهيش مجبرة باش تفسر ساعة أمور حياتها ولا أمورها شخصية للعباد، ماهيش مجبرة باش ترجع زيادة على السفاسف كما هي قالت، وزيادة بدأت تحكي على روحها اللي هي معناها تحب بصدق وتنسحب في صمت وغيره من الحقيقة من الأمور الشخصية والتفاصيل على طبعها وعلى كاركتيرها اللي برشا ناس ما فهمتش معناها شنو تقصد ريهام بن علي، خاصة وأنها ما نفاتش وجود علاقة بصفة واضحة ولا أكدت وجود علاقة بصفة واضحة ولا التدوينة بكلها واضحة، معناها تدوينة غامضة حكيت فيها اللي هي على طباعها الشخصية، وقالت اللي هي ما تردش على السفاسف وغيره دونك من الكلام هذايا، واللي زاد هي من بعد فسختها بعد دقائق قليلة ولا وقت وجيز فسخت ستوري هذه. الحقيقة برشا أسئلة تطرح في الوقت اللي علاء الشابي في قناة التاسعة صرح وأكد اللي علاقته بريهام بن علي مجرد زميلة في كنف الاحترام والتقدير لا أكثر ولا أقل. الشكوك هذه حامت حول ريهام وعلاء مش من فراغ، لكن خاطر كانت فما دي ستوري هي اللي تلمح الوجود العلاقة هذه. كنت حابوا تعرفوا جديد ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديو القادم.